فيديو النهارده هعمل معاكم الماتيلدا كيك. من اسهل الكيكات اللي ممكن تعملوها، متحتاجش ادوات كتير، مكوناتها كمان مش كتير خالص، والنتيجة تحفة كلها شوكليت كده زي ما انتم شايفين. عملتها معاكم من فترة قريبة وحبيت اعيد النشر مرة تانية بما انها ترند الايام دي في بلبن والكلام ده. هنعمل الاول الكيك 3 بيضات يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، زودت عليهم كوباية الا ربع من السكر ورشة فانيليا، وهنضرب الكلام ده كله مع بعض كويس جدا بالمضرب الكهربائي. ممكن تستخدموا الخلاط لو مفيش مضرب كهرباء، المهم ان السكر يدوب تماما واللون يكون فاتح كده زي ما انتم شايفين. بعد كده زودت نص كوباية من الزيت وضربت كده ضربتين 3، وهزود بعديهم الحليب، حليب عادي يكون برضو بدرجة حرارة المطبخ، كوباية الا ربع. بالمناسبة كل الأكواب المعيارية اللي أنا بستخدمها أكواب معيارية اللي هي 250 ملي. بعد كده هزود المكونات الجافة، كوبايتين من الدقيق، وطبعا لازم يعدي على مصفى، 5 معالق مليانين كبار من الكاكاو الخام، واستخدموا كاكاو يكون جودته كويسة، معلقة صغيرة بيكنج باودر ومعلقة صغيرة من البيكنج صودا ورشة ملح. مفيش بيكنج صودا يبقى نحط المعلقتين الصغيرين بيكنج باودر. بعد ما بحط المكونات الجافة بتاعتي ما بنستخدمش مضرب كهرباء، مضرب يدوي، ده هيديكوا نتيجة احلى بكتير. في الاخر زودت نص كوباية من مية سخنة، مية بتغلي، زودت عليها معلقة صغيرة من القهوة، قلبتهم مع بعض، وبعدين زودتهم لباقي الخليط بتاعي واقلب كويس. وما تقلقوش مش هتدي طعم قهوة خالص، بالعكس هتعزز طعم الكيكة بتاعتكم. صينية مغلفاها بالورق الزبدة مقاسها 20، جوانبها مرتفعة، زودت فيها الخليط بتاعي وادخلها على فرن سخن درجة حرارة 180 في نص الفرن، هتاخد تقريبا 50 دقيقة. جناش الشوكولاتة بقى اللي هنحشي بيه ونغلف بيه الكيك، 350 جرام من الشوكولاتة سواء بالحليب او خام، انا عملت ميكس ما بين الاتنين، معلقة كبيرة من الزبدة وكوباية من الكريمة تكون سخنة بتغلي، بحط كوباية الكريمة كده واستنى دقيقة وبعدين ابدأ اقلب باستمرار. مفيش كريمة يا اسراء، يبقى حليب سخن بيغلي. كريمة طبعا هتديكوا طعم اغنى، بس مفيش يبقى نستخدم حليب. حطها في التلاجة، لازم تسقع في التلاجة عشان قوامها يكون تقيل. ده شكل الكيكة بعد ما خرجت من التلاجة، سوري، بعد ما خرجت من الفرن. غطيتها كويس وسبتها تبرد تماما. بعد كده هبدأ اقطعها. ده من شار كيك كده جايباه من شي ان، ناس كتير قوي سألتني عليه. قطعت الكيكة ل3 طبقات، والطبقة الرابعة كانت اللي هو القبة اللي فوق دي ما استخدمتهاش. شايفين الكيك مسامه ضيقة، خطير يا جماعة، تحفة. يعني هو حتى لو كيك يومي عادي فهو خطير، لازم تجربوه. شايفين قوام الجناش بعد ما برد في التلاجة بقى عامل ازاي، تقيل وتحفة. مسحة خفيفة كده في القاع عشان نبدأ نثبت الكيكة بتاعتنا. وأول طبقة وبسقيه بالحليب، ممكن تسقوه بمية بسكر، بس أنا حبيت أسقيه بالحليب عشان يخفف معايا طعم الكاكاو والشوكليت الكتير ده، وعشان تكون طبعا الكيكه مويست وطريه معاكم. طبقه من جناش الشوكولاته، وحطيت طبقه من صوص التوفي او الكراميل، عملته معاكم ونزلت لكم الفيديو بتاعه، لو حابين انزله تاني قولوا لي تحت في الكومنتس. وبعدين الطبقه التانية من الكيك ونفس الخطوات ونفس الطريقه، بنسقي الكيك عشان تكون طريه ومويست معاكم. مهم جدا ان انتوا تسقوا الكيك بحليب او حتى ميه زي ما انتوا عايزين، مهم ان هي تتسقي. بقيت كمية الجناش هغلف بقى بيه الكيك من بره كده بأي معلقة أو سكينة، مش محتاجين أي أدوات خالص. حتى التزيين بصوا بشكل عشوائي، على فكرة ده شكلها التقليدي، يعني هي بتتقدم كده في كل الأماكن. دخلها طبعا التلاجة، لازم تبرد تماما في التلاجة، وبعد كده تبدأوا تقطعوها. شايفين بقى الجمال، الطبقات مع صوص الكراميل. على فكرة صوص الكراميل أو التوفي مش في الوصفة الأصلية خالص، الوصفة الأصلية مفيهاش توفي، بس أنا حبيت ان انا اجود كده من عندي يوديها طعم مختلف، بس لو مش حابين تضيفوه اكيد ينفع. جربوها، انا متأكدة لو جربتوها هتدمنوها لان هي بجد تحفة. بالهنا والشفا مقدما لاي حد هيجربها، واشوفكم على خير قريب ان شاء الله في فيديو جديد.